ماذا عندك؟ عثمان بن الحويرث. دعه يدخل. أهذا هو العربي الذي تعقد عليه الآمال في تحقيق حلمك؟ حلمي وحلم الروم جميعا. وكيف يا مولاي؟ ستعرفين كل شيء في حينه. لقد حضر هذا العربي منذ أسبوعين وأخذ يلح في لقائك، وكنت تؤخر هذا اللقاء، فلماذا؟ لقد تركته يعيش في بلادنا هذه المدة ليتعرف إلى حضارتنا ويعرف مدى رقينا وتقدمنا. وما الهدف من ذلك؟ وهذا أيضا ستعرفينه في حينه. عجبا لك، كل سؤال أسأله اليوم تؤجل الإجابة عليه، لماذا؟ صوفيا عزيزتي، دعينا الآن نستقبل الرجل. عثمان بن الحويرث سيد من مكة. انهض أيها الأعرابي. فليسمح لي مولاي الإمبراطور بتقديم هذه الهدايا المتواضعة. ما أجملها وما أجمل صناعتها. اجلس يا عثمان وحدثنا عن بلادك. حدثني عن مكانة مكة عند العرب. إنها في المقام الأعلى، والعرب جميعا يحجون بيتها الحرام ويطوفون بالكعبة المعظمة. الكعبة المعظمة؟ نعم، أول بيت وضعه الله للناس على الأرض. إنه ذلك البيت الذي حاول أبراهة الأشرم أن يهدمه وفشل لغروره وسوء تدبيره. حقا لقد سمعت الكثير عنه. ومن الذي يحكم مكة الآن؟ لا أحد، إنها بلا حاكم ولا تتبع لأي ملك، ولكن من يحكمها تدين له بالولاء. وبماذا تشير علي أيها الأعرابي الحكيم؟ لو أنك يا مولاي جعلتها زيادة في ملكك لكان في ذلك الخير كل الخير لأهلها. إنني أحكم مملكة واسعة مترامية الأطراف تقوم فيها حضارة عظيمة قد رأيتها أنت بنفسك. يا حبذا لو امتدت هذه الحضارة العظيمة إلى مكة فقضت على تلك الديانات هناك. ما رأيك يا عزيزتي صوفيا؟ دعنا نفكر في الأمر. لا بأس، أنت في ضيافتنا يا عثمان حتى ننتهي من التفكير، وإني أدعوك اليوم إلى سباق العجلات. أعز الله الإمبراطور وأيده. أيها الحاجب. أمر مولاي. اصحبه أيها الحاجب إلى جناح الملوك الضيوف ليستريح بعض الوقت قبل أن يبدأ السباق. ألم يحن الوقت لكي تلقي الضوء على هذا الغموض؟ حان يا صوفيا العزيزة. كان حلمنا الكبير أن ننشر سلطاننا على الأراضي الواقعة بيننا وبين الحبشة ليرتبط نصارى القسطنطينية بنصارى اليمن والحبشة. ما أجمل أن يرفرف النسر الروماني على تلك الأراضي الواسعة. سأجعل عثمان هذا ملكا على مكة يحكمها باسمنا وينشر فيها ديننا
ويحمل إلينا الخراج منها كل عام. أجل يا حليمة، لا سلطان للشيطان على محمد، وإن له لشأنا. احفظي هذا عني. أحاديثكم هذه ذكرتني بحادثتين كانتا قد وقعتا لمحمد وهو عندي. وما هما يا حليمة؟ كان نفر من نصارى الحبشة قد رأوه معي حين رجعت به بعد فصاله، فنظروا إليه مليا ثم قالوا: لنأخذ هذا الصبي إلى ملكنا، فإن له شأنا نحن أدرى به وأعرف. فخفت عليه وأسرعت به إلى مضاربنا، ولم أطمئن حتى دخلت الحي والتقيت بزوجي. ولماذا لم تعيديه إلينا على الفور؟ هممت أن أفعل، ولكن زوجي منعني حرصا على البركة. وما هي الحادثة الثانية؟ وقعت الحادثة الثانية قبل الأولى، وكنت في طريقي من هنا إلى بادية بني سعد، وفي الطريق لقينا بعض أحبار اليهود، فسألتهم أن يحدثوني عن ابني كما هي العادة. يا معشر يهود، يا معشر يهود، اقتلوا هذا الصبي، اقتلوه قبل أن يقتل أبناء دينكم ويكسر آلهة العرب ويخرج أمره على الناس. اقتلوه، اقتلوه. لماذا يصيح هذا الحبر؟ أين ذهبت حليمة؟ لا أدري، لعلها تكون قد نجت من شرورهم. يا معشر يهود، يا معشر يهود، ماذا بك أيها الحبر؟ قلت لكم اقتلوا هذا الصبي. أي صبي تعني؟ هذا الذي عرضته المرأة عليه. أي امرأة؟ النساء كثيرات وكلهن يحملن أطفالا. يا معشر يهود، يا معشر يهود. ما بك أيها الحبر؟ أين هي؟ أين هي؟ أنت لا تدري ماذا تقول. لا، بل أدري تماما. لقد رأيت الصبي. والله ليقتلن أبناء دينكم وليكسرن آلهة العرب وليظهرن أمره على الجميع. وأين ذهب؟ لابد أن أمه قد فرت به عندما سمعت قولي ابحثوا عنه. إنني هنا منذ ساعة ولم أرى امرأة واحدة ذهبت. جميع الأمهات يقبلن ولا ينصرف. لابد أن أجدها، لابد أن أقضي على هذا الصبي. الحمد لله، لقد نجت حليمة. وهكذا هلك الحبر، أما أنا فقد فررت بولدي، ثم لحق بنا الحارث زوجي. اطمئني يا حليمة، فالله الذي أهلك أصحاب الفيل وحفظ الكعبة من كيدهم وحفظنا جميعا من خطرهم قادر على أن يحفظ محمد. أي والله يا أم الحارث، ولقد كان بودي أن أعود به مرة ثالثة، ولكن زوجي قال: دعيه لأهله واخرجي من أمانته. ثم إنني لاحظت في الأيام الأخيرة أنه يميل إلى العزلة في أعلى الجبل. أعلى الجبل؟ نعم، هو يصعد إلى أعلى الجبل ثم ينام شاخصا ببصره إلى السماء، ويظل كذلك النهار بأكمله. لماذا تبتسمين هكذا؟ لأن هذه عادة محمد منذ ولد، يشخص ببصره إلى السماء وكأنه يناجي أحدا فيها. ولكنني أخشى أن تفلت قدمه وهو يصعد الجبل يوما. أبعد ما قلته لك تخافين عليه يا حليمة؟ لا بأس، اذهبي راشدة مشكورة. هذا تاج الملك قد وضعناه على رأسك يا عثمان. وهذه عباءة الملك يا عثمان. أعز الله الإمبراطور والإمبراطورة.
أنت الآن ملك على مكة والبيت الحرام، ولك أن تحكمها وتحكم البيت الحرام الذي يعظمه الناس جميعا باسمنا. فليبارك الله خطواتك المقبلة. ستكون خطواتي وفق ما رسمتم. تحسن صنعا. والآن فلنحتفل معا بهذه المناسبة السعيدة، مناسبة تتويجك ملكا عظيما. احرص على التاج يا ملك مكة، فإن له قداسة كبيرة. معذرة يا مولاي، فقد جعلني كرمك في فرحة غامرة. لا بأس لا بأس، إننا نسمح لك الليلة بكل شيء. يا سيد مكة، ماذا تريد يا ابن أمية؟ بدأت حديثا بالأمس ولم تتمه. حقا يا أبا الحارث، لم لا تتم حديث الأمس؟ وما ذاك؟ كنت تحدثنا عن ولدك محمد بن عبد الله وما ينتظره مستقبل عظيم باهر مجيد. أشم رائحة السخرية في كلماتك يا ابن أمية، ولهذا لن أتكلم. لا، لابد أن نعرف بقية الحديث يا أبا الحارث. ستعلمون كل شيء بعد حين. وهل سيصبح ولدك نبيا ملكا أم ملكا نبيا؟ قولوا ما شئتم، ولكنكم سوف تندمون، حيث لا ينفع الندم. الملك العظيم قادم إليكم، فهبوا لاستقباله يا قوم. أي ملك تعني؟ الملك على مكة والبيت الحرام. ماذا تقول يا رجل؟ هل جننت؟ يا معشر قريش، يا معشر قريش، فقد أراد الله بكم الخير كل الخير إذ قل لنا أولا، ما هذا التاج وما هذه الحلة المطرزة؟ لقد أراد الله بكم الخير كل الخير إذ جعلني. من أي سوق اشتريت الحلة والتاج يا ابن الحويرث؟ أقول لقد أراد الله بكم الخير كل الخير إذ جعل. وما هذه الرسالة التي بيدك؟ إنها رسالة من ملك الروم قد ختمت بالذهب. وماذا يريد منا ملك الروم؟ لقد ملكني عليكم، وإنما أنا ابن عمكم وأحدكم.
وسوف آخذ منكم الخراج كل عام وأبعث به إليك. وإذا أبينا أن تكون ملكا علينا؟ أنتم تعرفون ما يكون بعد ذلك. قل أنت أيها الملك، نحن نريد أن نسمع منك أنت. أولا سيمنع عنكم الشام، فلا تتجروا به ولن تستطيعوا الوصول إليه. هذه رسالة قيصر مختومة بالذهب، خذوها فاقرؤوها وتأكدوا مما فيها. أظنكم قد فهمتم الآن وتأكدتم من الأمر، ولم يعد أمامكم إلا أن تقبلوني ملكا وتؤدوا الجزية لقيصر وأنتم صاغرون. لن نقبل هذا الإمعة ملكا علينا. ما كان لمكة وبيتها الحرام ملك من قبل. إن هي إلا بدعة ابتدعتها يا عثمان، ولن نسمح بأن تكون أنت ولا غيرك ملكا على مكة أبدا. إن قريشا لقاح لا تملك. نعم، إن قريشا لقاح لا تملك. فقد قضي على صديقنا عثمان. قضت عليه بلاهته وغروره. حسنا، دعني أذهب بهذه الأخبار إلى عبد المطلب ورجال قريش، فإنهم ثائرون منذ جاءهم عثمان بهذا الأمر. كما تشاء يا صديقي، ويا ليتك تذهب بعد ذلك إلى عثمان وتنصح بأن يخلع ذلك التاج وتلك العباءة ويعود كما كان واحدا منا. سأفعل يا ورقة، فاطمئن. أيتها الآلهة الرحيمة الكريمة، انقذي عبيدك من الظمأ، انقذ الإبل والغنم، انقذ الأرض، أرسل السماء علينا مدرارا حتى لا نموت من الظمأ. الماء الماء يا أصحاب الأسماء والقوة والعطاء، أدركونا أغيثونا قبل أن يتخطفنا الموت ويقضي علينا الجفاف. صباحا يا أبا قحافة. وصباحك يا أبا طالب. أين كنت حتى هذه الساعة؟ كنت أطوف بالبيت العتيق. ماذا تريد؟ أريد ما يلزم للعتيق. ماذا تقول؟ أقول أريد ما يلزم لولدي الذي أعتقه الله من الموت ووهبه لي. هل أنجبت امرأتك غلاما؟ غلاما جميلا. أدعو الله أن يعيش حتى تراه أبا لغلام جميل مثله. فلتسمع منك السماء ولتستجب للدعاء، فقد عانينا الكثير حتى جاء هذا الغلام. أجل، لقد عانيت بالكثير. 7 مرات تحمل امرأتك ثم يسقط حملها. إنها تريد أن تسميه عتيق، وأنا أريد أن أسميه عبد الكعبة. مبارك ولدك يا أبا قحافة. والآن ماذا تريدني أن أحضر لك؟ كل ما يحتاج إليه الولد وكل ما تحتاج إليه الوالدة. وأنت أيها الوالد ألا تريد شيئا؟ كل ما أريده أن يحفظ الله عتيقه عبد الكعبة. سلام يا قوم. سلام أيها الكاهن. إلى أين؟
هل انتهت محاولاتكم للاستسقاء؟ نعم يا أبا طالب. كيف هذا؟ لقد فعلنا كل شيء. أطلقنا البخور للآلهة ودعوناها ليل نهار لترسل السماء عليكم مدرارا وتنقذكم من هذا البلاء، ولكن دون جدوى، فلا برقا رأينا ولا غيثا هطل علينا. وبعد في هذا الجدب والجفاف لقد أصبحت الإبل لا تجد ما تأكله، ومعظمها ينفق جوعا. وهؤلاء الكهنة قد يئسوا وعادوا إلى صوامعهم كما يئس السحرة من قبل. يبدو أننا سوف نموت كما تموت إبلنا وأغنامنا قبل أن تجود السماء علينا بالمطر. رب السماء غاضب عليكم يا قوم. ماذا تعني يا زيد؟ كيف تطلبون من الله أن يرحمكم وينزل السماء عليكم مدرارا وأنتم على هذه الحال؟ وضح قولك يا ابن نفيل. لقد انحرفتم عن جادة الصواب وتنكبتم دين إبراهيم الخليل وأغرقتم أنفسكم في الوثنية. هذه أصنامكم تملأ جوف الكعبة والساحة من حولها، وإنكم لتعبدونها وتذبحون لها. إنما نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى. تنال الخير إلا إذا رضيت السماء، ولن ترضى السماء إلا إذا طهرتم الأرض من شروركم وطهرتم بيت الله من أصنامكم. هيا هيا يا قوم، هيا يا قوم. ماذا هناك يا أبا لهب؟ هيا اغتسلوا وتطهروا، ثم انطلقوا إلى الكعبة واستلموا الحجر الأسود ولتطوفوا بالبيت 7. لماذا؟ لماذا؟ لتصعدوا جبل أبي قبيس مع عبد المطلب ومحمد بن عبد الله. لا بد أن عبد المطلب يريد أن يبتهل إلى الله ليرفع مقته وغضبه عنكم. هذا صحيح، وقد استجاب الناس جميعا وهم يعجبون لإصرار عبد المطلب في اصطحاب محمد معه. هذا الصبي مبارك وعبد المطلب يتفاءل به. ألا ترون كيف يفضله على جميع أحفاده؟ بل يفضله على أولاده، علينا نحن. إنه لا يسمح لأحد بالجلوس على فراشه الخاص إلا لمحمد، بينما يحرم ذلك علينا. أشم رائحة الغيرة في كلامك يا أبا لهب. وما ينبغي لك أن تغار من صبي صغير هو ابن أخيك عبد الله الذي مات في ريعان الشباب. هيا هيا قوم، لقد استمعتم إلى ندائي. هيا لتصعدوا جبل أبي قبيس. هيا. ثم هطلت الأمطار بغزارة شديدة، فسجد مولاي عبد المطلب وسجد الناس جميعا من خلفه. وأين كان محمد؟ كان يقف إلى جوار جده أثناء هذا الدعاء، وكان يشخص ببصره إلى السماء وكأنه يطلب من رب السماء أن يستجيب لجده والذين معه. لقد هطلت الأمطار ببركة هذا الصبي. أهلا سيد القوم. كيف حالك يا ولدي؟ بخير يا أبتي ما دمت راضيا عني. كيف لا أرضى عنك وأنت ولدي الأكبر ولك الخصال الطيبة. يسعدني كثيرا أن أسمع منك هذا يا أبتي. كيف حال التجارة؟ تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن. ماذا تعني أبا طالب؟ قبل عام سافرت وأحضرت كثيرا من أنواع العطارة الجيدة
على أمل الربح الوفير، ثم جاءت سنة الجدب هذه التي شحت فيها الأرزاق، فصارت أحوالنا إلى الخسارة. أعرف يا ولدي، أعرف. كان الله في عونك وعون امرأتك فاطمة بنت أسد، ولكن الأمل قد تجدد واخضر عود الرجاء منذ هطلت الأمطار. هو ما تقول يا أبتي، ولكنك تريد أن تعيش أنت وأولادك حتى تعود الحالة كما كانت. أجل يا أبتي. استعن بهذا على تدبير أمورك وأمور عيالك إلى أن تتحسن أحوال التجارة ويصبح السوق كما تبغي. شكرا يا أبتي. أنت رجل كثير العيال مثقل بالتبعات، ومن الواجب أن نعينك. فقط لا تذكر شيئا لأخيك أبي لهب عن هذا المال. كما تشاء يا أبتي. لعنة الله عليه وعلى فعاله السيئة. يخيل إلي أنه قد أقلع كثيرا عن هذه الأفعال السيئة بعد أن عفوت عنه وغفرت له. لا لم يقلع ولن يقلع. العود المعوج يظل معوجا، ولو حاولت أن تقوم اعوجاجه انكسر في يدك. مولاتي أم الحارث. نعم يا بركة. أتعلمين لماذا جئت الآن؟ لا، لماذا جئت؟ جئت أودعك وأدعوك لزيارة سيدتي آمنة وتوديعها. توديعها؟ نعم، فهي تستعد للسفر مع ولدها محمد. إلى أين؟ إلى يثرب لزيارة قبر الحبيب الثاوي هناك. عبد الله، لقد زارنا مولاي عبد المطلب اليوم في الصباح، وقد استأذنته في أن تخرج بمحمد إلى المدينة لهذا الغرض، وأيضا لكي يتعرف على أخوال أبيه بني النجار. وماذا قال سيدك؟ قال إنه حريص على أن تظل الصلة قائمة بين بني هاشم وبين بني النجار، ثم نصحها أن تنزل في بيت النابغة. لقد أحسن صنعا بهذه النصيحة، فالنابغة سيد سادات بني النجار، وسوف يكون سعيدا باستقبال محمد بن عبد الله. يقولون إن الرحلة طويلة وشاقة. لا، ليست طويلة وليست شاقة. حتى ولو كانت كذلك، فالمشتاق إلى الأحباب أقوى من أن تثقله عقبات سفر لو كانت قطعة من عذاب. ومتى تخرجون؟ لازلنا نجهز الراحلة ونعد المؤونة. هل أعددتم هودجا يحجب الشمس عنكم؟ نعم، أعددنا هودجا من أغصان مجدولة وله مظلة مرفوعة. أدركوني بطعام يا قوم، فأنا جائع، يوشك الجوع أن يهلكني. أسرعي يا بركة إلى ناصعة، اطلبي منها الطعام لمولاك. أمرك يا سيدي. سمعت أن آمنة تريد السفر إلى مثوى الفقيد العزيز. أجل، ولكنها ستنتظر أياما لتكون مع أول قافلة تخرج من مكة نحو الشمال في رحلة الصيف هذا العام. وهل أنت مستريح لهذا السفر؟ لا، ولكني لا أملك أن أمنعها، فهذا كما قالت لي واجب مفروض
ورغبة طال عليها الانتظار. الحق ما قالت آمنة،